لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلك جديد أولا بأول. زيارة لوكورنو إلى الرباط ليست مجرد خبر دبلوماسي، بل مؤشر على تحولات أعمق في المنطقة. فمن الصحراء إلى الأمن ومن الطاقة إلى الدفاع، يبدو أن باريس والرباط تكتبان فصلا جديدا من علاقتهما الاستراتيجية. فبعد سنوات تعود فرنسا والمغرب إلى طاولة الشراكة من موقع مختلف. زيارة لوكورنو قد لا تقاس بعدد اللقاءات أو الاتفاقيات التي ستوقع، بل بما تعكسه من تحول في النظرة المتبادلة بين البلدين. فالمغرب اليوم ليس مجرد شريك تقليدي لفرنسا، بل لاعب إقليمي صاعد، وباريس تبدو أكثر اقتناعا من أي وقت مضى بأن مستقبل نفوذها في غرب المتوسط وإفريقيا يمر بدرجة كبيرة عبر الرباط. وفد وزاري ضخم يضم وزير الخارجية ووزير الداخلية و10 وزراء آخرين، وعلى رأسهم رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو، الذي يتوجه في رحلته الخارجية الأولى بعد تولي منصبه، والوجهة هي الرباط. وعلى جدول الزيارة اجتماع حكومي رفيع المستوى وبحث لملفات حساسة كالدفاع والأمن والاستثمار والصحراء الغربية، وأسئلة حول موازين القوى في منطقة شمال إفريقيا. إذن هي زيارة غير بروتوكولية، بل زيارة تعتبر بمثابة اختبار لمسار التقارب الفرنسي المغربي. فما أهم ما هو مطروح على جدول هذه الزيارة؟ شكرا على الاستضافة. إذا بالفعل كما قلتم هذه الزيارة تتجاوز البعد البروتوكولي، فهي أول زيارة خارجية لرئيس الوزراء الفرنسي الجديد إلى المغرب، وهو ما يعكس المكانة التي باتت تحتلها المملكة المغربية في السياسة الخارجية الفرنسية. وأيضا هذه اللجنة العليا المشتركة كانت آخر لجنة عقدت في سنة 2019. إذا على جدول الأعمال ملفات استراتيجية تشمل الدفاع والأمن والهجرة والاستثمار والطاقة والذكاء الاصطناعي، إضافة إلى تنزيل مضامين الشراكة الاستراتيجية والاستثنائية المعززة التي أطلقها البلدين عقب زيارة الرئيس إيمانويل ماكرون إلى المغرب سنة 2024. كما أيضا تشكل هذه الزيارة مناسبة لتقييم تقييم تنفيذ الاتفاقيات الموقعة والانتقال من مرحلة إعلان النوايا إلى مرحلة الإنجاز العملي. ولكن كيف هو شكل العلاقات المغربية الفرنسية اليوم؟ بعد خروج المملكة المغربية مما كان يسمى الحماية الفرنسية سنة 1956، بدأت مرحلة رسم الحدود الدبلوماسية والسياسية بين البلدين، وبدأت بالاستقلال الكامل عسكريا وإداريا مع الإبقاء على النفوذ الثقافي لفرنسا. ثم انتقلت العلاقات إلى مرحلة الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، ولكن حتى هذه الشراكة لم تمر دوما من دون أن يعكر صفوها خلاف هنا أو هناك. حالة الشراكة التقليدية خلالها مثلت فرنسا للمغرب الشريك الأوروبي الأساسي في شتى المجالات من التجارة والاستثمار والتعاون الأمني وحتى مجالات التعليم والثقافة. وكان المغرب أحد أهم حلفاء فرنسا في الشمال الإفريقي وبوابتها إلى غرب إفريقيا وحليفا لها في مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية. بداية التباعد بعد الربيع العربي تعزز التعاون الأمني بين البلدين بسبب تنامي المخاوف من الإرهاب في منطقة الساحل، لكن المغرب بدأ بانتهاج سياسة أكثر استقلالية تجلت في سعيه لتنويع علاقاته الاستراتيجية وبناء شراكات جديدة مع الولايات المتحدة والصين ودول الخليج. مرحلة التوتر الحقيقي وصفت بأصعب وأعقد المراحل بين البلدين بعد اتهام المغرب التصرف الفرنسي بتقليص عدد التأشيرات للمواطنين المغاربة بالمهين وغير الودي. وبالمقابل اتهمت فرنسا المغرب بالتجسس عبر تطبيق بيجاسوس الإسرائيلي على شخصيات سياسية فرنسية. التحول الاستراتيجي الكبير عادت حينها العلاقات مع فرنسا بعد إعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون دعمه للسيادة المغربية على الصحراء الغربية. شكل هذا الموقف للمغرب حينها تحولا تاريخيا في السياسة الفرنسية. إذن فترة فتور وتوتر استمرت لسنوات قبل أن يكسر الرئيس الفرنسي ماكرون الجليد ويعترف بالرؤية المغربية لملف الصحراء. ولكن ما الذي دفع ماكرون حينها إلى اتخاذ هذه الخطوة وبدء مسار التقارب؟ تأتي زيارة الوزير الفرنسي الأول لوكورنو إلى المغرب
في سياق تحسن العلاقات وتطورها لتتحول إلى شراكة استراتيجية بين البلدين. ومما لا شك فيه أن قرار إيمانويل ماكرون بالاعتراف بمغربية الصحراء شكل المدماج الأساسي لهذه النقلة النوعية في العلاقات الفرنسية المغربية. والسبب أن ماكرون في ترشيحه للانتخابات الرئاسية في العام 2017 راهن على تطوير العلاقات مع الجزائر، راهن أيضا على توازن في العلاقات بين الجزائر والمغرب، لكن بعدما سدت بوجهه كل الأبواب من الجزائر وبعد تحول في الموقف الدولي من المغرب. إذن كما قلت سابقا سيكون ملف الدفاع والاستثمار من أهم الملفات المطروحة على جدول هذه الزيارة، وهذا طبعا يؤدي إلى الحديث عن إبرام صفقات وعقود تخول المغرب الحصول على أسلحة فرنسية نوعية. تعالوا نرى ما هي. تسعى البحرية الملكية المغربية إلى شراء غواصتين من طراز كوربينا التي تصنعها شركة نافال جروب الفرنسية. هناك دول تنافس فرنسا في الحصول على هذه الصفقة كألمانيا، لكن من المرجح أن تحظى باريس بها بسبب وجود تعاون عسكري واستراتيجي متنام بينها وبين الرباط. ولذا شركة نافال جروب علاقة سابقة مع المغرب بعد تسليم الفرقاطة متعددة المهام محمد السادس للبحرية المغربية. ويرى محللون عسكريون أن المغرب يريد من اقتناء الغواصات حماية السواحل المغربية الطويلة على المتوسط والأطلسي وموازنة القدرات البحرية الجزائرية، إذ تمتلك الجزائر بالفعل أسطولا من الغواصات الروسية. كما يجري المغرب حاليا مفاوضات متقدمة مع فرنسا بشأن شراء مقاتلات رافال F4، ويرجح أن تشمل الصفقة شراء ما بين 12 و 18 مقاتلة. يهتم المغرب بطائرات رافال لتأخر حصوله على طائرات F16 الأمريكية التي طلبها، ولتحديث قواته الجوية في ظل سباق التسلح الإقليمي، خصوصا مع استمرار الجزائر في تطوير قدراتها الجوية. السؤال: لماذا يتوجه المغرب تحديدا إلى فرنسا لاقتناء هذه الأسلحة؟ أنا صراحةً لا أظن أن المغرب لا يعتمد على فرنسا وحدها، بل يتبنى كبلدان أخرى منذ سنوات سياسة تنويع مصادر التسلح والشراكات مع دول عديدة، إذ يقتني تجهيزاته العسكرية من الولايات المتحدة، تركيا، إسبانيا وغيرها. لكن فرنسا هي تظل شريك دفاعي معها لعدة اعتبارات، منها الخبرة الصناعية والتكنولوجيا، وأيضا الشيء المهم هو قربها الجغرافي وإمكانية نقل بعض خبرات التكوين من طرف فرنسا إلى المغرب وأيضا من المغرب إلى فرنسا، إضافة إلى الرغبة المشتركة في بناء شراكة دفاعية طويلة الأمد. وبالتالي أنا أظن أن أي صفقات محتملة لا تقرأ من زاوية اقتناء المعدات فقط، وإنما أيضا هي وهذا شيء مهم أيضا في إطار تعزيز الثقة الاستراتيجية بين البلدين وتطوير التعاون الصناعي والعسكري أيضا. الاستثمار والاقتصاد هما أيضا من أبرز مفاصل العلاقة بين الرباط وباريس، ففرنسا هي واحدة من أهم أسواق الصادرات المغربية، سواء كان الحديث عن الثروات الزراعية أو الفوسفات أو مستلزمات الأسمدة أو الثروة السمكية وحتى قطاع تصنيع السيارات، لأن المغرب يضم واحدا من أهم مراكز تصنيع وتجميع السيارات في إفريقيا، وهو مصنع غنو المفتتح في طنجة سنة 2012، أو مصنع ستيلانتيس في القنيطرة، بالإضافة إلى مصانع قطع غيار ومحركات السيارات في أكثر من موقع في المملكة المغربية. كل هذا أضيف إليه بعد اندلاع حرب إيران ملف الطاقة الذي سلط الضوء على مشروع خط أنابيب الغاز الإفريقي الأطلسي الذي بدأ التخطيط له قبل 10 سنوات، ولكنه اكتسى أهمية بالغة بعد حرب أوكرانيا وتوجه القارة الأوروبية إلى مصادر بديلة عن الغاز الروسي الرخيص. ثم عادت وبرزت أهميته بعد حرب إيران وما تبعها من إغلاق لمضيق هرمز.
مشروع ضخم للطاقة قد يحدث تحولا في مستقبل القارة. إنه خط أنابيب الغاز الرابط بين نيجيريا والمغرب، يمتد لنحو 6900 كيلومتر على طول الساحل الأطلسي عبر 13 دولة إفريقية، من بينها غينيا وسيراليون والسنغال وموريتانيا، وصولا إلى المغرب، ثم يواصل مساره نحو أوروبا. تبلغ التكلفة التقديرية للمشروع 25 مليار دولار أمريكي، وتصل طاقته الاستيعابية إلى 30 مليار متر مكعب من الغاز سنويا. لكن الأمر يتجاوز مجرد مسألة الغاز، فالمغرب يهدف إلى ترسيخ مكانته كمركز رئيسي للطاقة يربط بين إفريقيا وأوروبا، بينما تكتسب نيجيريا أسواقا تصديرية جديدة لاحتياطاتها الهائلة من الغاز، وتستفيد دول غرب إفريقيا من إمدادات طاقة إضافية لدعم قطاعي الصناعة والكهرباء، في حين ترى أوروبا في المشروع فرصة لتنويع مصادر الطاقة وتعزيز أمنها الطاقي. الدراسات الأساسية للمشروع اكتملت، ويتوقع أن يبدأ تشغيل مراحله الأولى مطلع العقد المقبل، وإذا تحقق ذلك فقد يعيد هذا المشروع رسم خريطة الطاقة والنفوذ الجيوسياسي بين إفريقيا وأوروبا لعقود مقبلة. خط الغاز الإفريقي الأطلسي وما يقدمه من وعود بالمساهمة في الأمن الطاقي لأوروبا يصطدم بمنافسة من خط أنابيب غاز آخر، هو خط أنابيب الغاز العابر للصحراء الذي يربط نيجيريا بالنيجر ثم الجزائر، ليتوجه بعد ذلك إلى أوروبا. وبالنظر إلى أن الجزائر لديها أصلا بنية تحتية جيدة للمنشآت الطاقية، وأن الخط الذي يمر عبرها لا يمر سوى بدولة واحدة أخرى تفصل بينها وبين مصدر الغاز، أي أن احتمال التوترات على طريق هذا الخط أقل منه من الخط الإفريقي الأطلسي. فلماذا تتوجه فرنسا إلى المغرب بدلا من الجزائر لتأمين احتياجاتها من الغاز؟ لماذا تعتمد فرنسا على المغرب بدلا من الجزائر لتأمين احتياجاتها من الطاقة؟ هذا الموضوع أخذ يصبح ملحا بعد حرب أوكرانيا وبعد توقف الغاز الروسي عن أوروبا، والآن مع حرب إيران يتضح لنا أكثر فأكثر أننا أمام حرب موارد وحرب طاقة وحرب ممرات وحرب خطوط نقل للطاقة. وعدا الخلاف الجزائري المغربي حول الصحراء، هناك أيضا في مسألة الطاقة الآن يبرز خلاف جديد، خط غاز من الصحراء إلى الجزائر إلى إيطاليا وعبر تونس، وهناك خط آخر يمر عبر المغرب. باريس نظرا لتوتر العلاقات مع الجزائر في مرحلة معينة لوقف الامتيازات التي كانت تمنحها إياها الجزائر بعد استقلالها وبعد الانسحاب الفرنسي منها، تغير الوضع. كان من الواضح أن الجزائر كانت أخذت تعتبر إيطاليا شريكها الأوروبي الأول وليس فرنسا، ومن هنا فرنسا فتشت عن بدائل ولها خبرة في الخيارات، إن كان في الساحل في منطقة شمال إفريقيا، وأخذت تعتقد أن المغرب مستقر أكثر في علاقته معها وعنده إمكانيات لو لم يكن في الإنتاج ولكن عبر نقل الطاقة من إفريقيا جنوب الصحراء ومن منطقة الساحل. ومن هنا يأتي هذا الرهان، لكنه رهان ضمن رهانات أخرى. لفرنسا علاقات مع الدول من أذربيجان إلى دول منتجة أخرى في الشرق الأوسط، لها علاقات مميزة مع دولة قطر المنتج الأكبر للغاز في تلك المنطقة، مع دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية. إذن هناك جملة رهانات تعتمدها فرنسا، وعندها أصلا إنتاج كبير عبر الطاقة النووية السلمية يوفر لها حاجاتها الفعلية من الطاقة. طيب، بالإضافة إلى ملفي الاستثمار والصحراء الغربية اللذين يصبان كما يبدو في صالح المملكة المغربية، ما الملفات الأخرى التي يمكن أن يستفيد منها المغرب من تحسين وتقوية شراكته مع فرنسا؟
هي الآن يعني العلاقة بين المغرب هي علاقة رابح-رابح وليست أحادية الاتجاه، ففرنسا يعني ترى في المغرب شريكًا استراتيجيًا كما قُلت، يعني يتمتع بالاستقرار السياسي وأيضًا ثقة البلدان الإفريقية في المغرب، وأيضًا الاقتصادي، وهي المغرب فهو يعتبر بوابة رئيسية نحو إفريقيا، خاصةً غرب القارة والساحل، كما يوفر المغرب يعني فرص استثنائية واستثمارية جد مهمة واعدة في قطاعات مثل السيارات والطيران والهيدروجين الأخضر يعني والطاقة المتجددة البنية التحتية. فالمغرب نجح في هذه المجالات. وأيضا على المستوى الأمني تستفيد يعني فرنسا، هذا شيء مهم من التنسيق الوثيق بين المغرب وفي مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والهجرة الغير الشرعية، وهي أيضا يعني ملفات مهمة ذو أولوية لباريس. أما على الصعيد الجيوسياسي فكما نعرف فإن تعزيز الشراكة يعني مع الرباط يمنح فرنسا موطئ قدم في موطئ قدم يعني مهم في شمال إفريقيا وأيضا إفريقيا، لأن المغرب يعني الآن عنده واحد ثقة كبيرة من طرف الدول الإفريقية، خاصة في ظل التحولات الإقليمية واشتداد يعني المنافسة الدولية، وأيضا الوجود الدولي على النفوذ يعني على النفوذ في القارة الإفريقية. لذلك فإن يعني هذه الزيارة ستؤكد أن العلاقات المغربية الفرنسية دخلت مرحلة جديدة تقوم على المصالح الاستراتيجية المتبادلة والاحترام المتبادل والرؤية يعني المتبادلة والمشتركة لمواجهة يعني التحديات الإقليمية والدولية. زيارة لوكورنو إلى الرباط ليست مجرد خبر دبلوماسي بل مؤشر على تحولات أعمق في المنطقة. فمن الصحراء إلى الأمن ومن الطاقة إلى الدفاع يبدو أن باريس والرباط تكتبان فصلا جديدا من علاقتهما الاستراتيجية. فبعد سنوات تعود فرنسا والمغرب إلى طاولة الشراكة من موقع مختلف. زيارة لوكورنو قد لا تقاس بعدد اللقاءات أو الاتفاقيات التي ستوقع، بل بما تعكسه من تحول في النظرة المتبادلة بين البلدين. فالمغرب اليوم ليس مجرد شريك تقليدي لفرنسا، بل لاعب إقليمي صاعد، وباريس تبدو أكثر اقتناعاً من أي وقت مضى بأن مستقبل نفوذها في غرب المتوسط وإفريقيا يمر بدرجة كبيرة عبر الرباط. شاركونا آراءكم حول هذه الزيارة في التعليقات، وإلى اللقاء.